عايز فلوس وانت نايم وانت بتتفسح وانت بتاكل وانت بتشرب ومن غير مجهود ولا شغل؟ عادي على فكرة، حصلت وبتحصل، وهو ده اصلا تعريف الدخل السلبي. طب هو ليه مهم لينا كلنا؟ علشان بيحميك من الازمات لو شغلك لا قدر الله وقف ويكون عندك فلوس زياده، كمان علشان تحقق حلمك وتعمل اللي نفسك فيه من غير ما تكون طول عمرك مرتبط بوظيفه. طيب ازاي يكون عندك دخل سلبي؟ ممكن تشتري اسهم في البورصه بتوزع ارباح، بس تختار كويس. ممكن تستثمر في صناديق الاستثمار وتختار العائد اللي انت محتاجه. ولو عندك مدونه او قناه على اليوتيوب تقدر تكسب من الاعلانات. شارك في مشروع او مطعم. وممكن تشتري عقار اداري او طبي او سكني وتديه لشركه تاجره. او اقول لك على حاجه، اجر عربيتك، او ممكن تعمل مشروع لتاجير العربيات. وممكن تعمل منتجات رقميه زي الكتب الرقميه والدورات التدريبيه على الانترنت والابلكيشنز. بس انا عايزه اقول لك ان هو مفيش طريقه سحريه تحقق بيها دخل سلبي. الموضوع محتاج منك مجهود وريسيرش محترم، واكيد مبلغ تستثمر بيه في الاول. وبمجرد انك تبدا في تحقيق الدخل السلبي هتلاقي نفسك انك على اول طريق تحقيق الحريه الماليه. قولي بقى في الكومنتس ايه الافكار اللي جات لك اللي ممكن تحقق بيها دخل سلبي.